السلام عليكم حبيبي في الله، عاملين ايه؟ معاكم الشربيني، واخيرا اكيد ده فيديو جديد. احبابي في الله المهندسين الزراعيين والدكاتره البيطريين والساده المربيين، طبعا مش قادر والله اقول لكم انتوا وحشتوني قد ايه بجد والله، ولكن زي ما هو واضح في الكادر كده احنا على صدد يعني مفاجاه كبيره جدا جدا. مبدئيا كده قبل اي شيء عايز اقول لكم ان الفيديو ده مليان مفاجات ان شاء الله باذن الله، مليان مفاجات. واول مفاجاه فيهم اعتقد الى حد ما خلاص ظهرت يعني، وهو ان الحمد لله احنا خلاص بنفنش في عنبرنا الجديد. ان شاء الله باذن الله يبقى حاجه مختلفه، يبقى في انظمه للتهويه مختلفه، يبقى في كذا حاجه كده تركايه مختلفه ان شاء الله باذن الله تعجبكم. وان شاء الله باذن الله يكون عنبر يعني ادم خير كده عننا ان شاء الله، ويدخل علينا بالرزق والخير ان شاء الله باذن الله. وكده هيكون في فيديو تفصيلي عن العنبر ده بكل تفصيله فيه، انا عملت ايه وانشاته ازاي وعملت ايه من اول حاجه لاخر حاجه خالص. وطبعا كل ده بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى ليس الا. وبالمره بقى اقول لكم تاني مفاجاه هو ان الحمد لله بعد تفكير عميق قررنا ان احنا نعمل جروب واتساب خاص بينا. انا كنت في الاول معترض على الجروب ده لان انا كنت شايف ان في جروبات كتير جدا موجوده على الساحه، ولكن ادركت بعد فتره ما ان انا هحتاج الجروب ده في كل حاجه تقريبا ناوي اعملها في اللي جاي. ليه؟ انا محتاج المتابعين واخواتي المربين يكونوا اقرب مني شويه من اليوتيوب، يكونوا اقرب مني شويه، وفي نفس الوقت في حاجات كتير قوي مش عايز احرقها برضو، زي جيفاويز وحاجات كتير قوي هتطلع ان شاء الله باذن الله ليكم، هديه ليكم او اقل كلمه شكر ليكم ان شاء الله باذن الله. لان احنا والله هدفنا الوحيد من يوم ما طلعنا ان شاء الله لحد ما ان ياخذ الله امانته، احنا ان شاء الله باذن الله هدفنا ان احنا نساعد المربين وجه الله، وربنا سبحانه وتعالى يعلم احنا في الخفاء بنعمل ايه. المهم، فانا ادركت ان جروب الواتساب ده يعني بقى مهم جدا 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 جدا، بالاضافه ان الحمد لله انا ما بقتش قادر ارد على اسئلتكم على الخاص. الاسئله بقت كتير جدا والله، 2 و3 ساعات في اليوم ما بقوش كافيين. لكن لما يكون في جروب واتساب المعلومه الكل يسمعها، الكل يسال، في حد تاني بالنبي عني يرد. وطبعا وان كان الكلام ده سابق الاوان، ولكن الجروب باذن الله مش هيكون زي اي جروب بجد ان شاء الله باذن الله هيفيدكم باقصى طريقه وشكل انتم تكونوا عايزينه. طبعا اعتقد احنا عايزين نحلق، بس ان شاء الله خير نحلق بعدين. المهم، احنا كنا مشغولين جدا مع العنبر ده، ولا الواحد فاضي يحلق ولا فاضي يرد على مكالمه حتى يعني. بس الحمد لله على كل حال. وطبعا كان نفسنا ندخل دوره قبل العيد، ولكن اعتقد مش هنلحق للاسف يعني. ايه، الحمد لله والخيره فيما اختاره الله. وطبعا بالنسبه لرابط جروب الواتساب هتلاقيه تحت في وصف الفيديو ده، وتاكد انك وجودك في الجروب ده مش مجرد ممبر او عنصر او مشترك، ان شاء الله باذن الله هيعود عليك باستفاده كبيره جدا، والايام القادمه سوف تثبت ذلك ان شاء الله باذن الله. اخر حاجه بقى عشان نلحق موضوع الفيديو بتاعنا، العنبر القديم بكل ما فيه من بطاريات، خلايا، مكنه سير سابله، كل حاجه في لوحه تحكم، انا عارضها للبيع. وعرضها للبيع والله عرضها للبيع باسعار تنافسيه. ليه؟ لسببين. اول سبب عشان انا ما عنديش مكان ليها، محتاج امشيها باسرع وقت. تاني سبب علشان اساعد الناس واساعد ست البيت واساعد المربي اللي لسه مثلا شاب، واساعد اي حد بفضل من ربنا انه يبدا. في ناس اقل بطاريه النهارده في السوق بكام؟ اللي بتشيل 100 فرخه مثلا بكام؟ ب 16 و17 و18 وهكذا. احنا بفضل من ربنا بنوفر البطاريات دي واللوحه التحكم والخليه وكل حاجه، حرفيا استعمال يعني ممكن 5 دورات، الحاجه كلها بفضل من ربنا يعتبر كانها جديده، بنوفرها باسعار تنافسيه جدا 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 جدا. وانا اعتقد ان شاء الله الفيديو المفصل اللي هطلع فيه ان شاء الله، لا غالبا هيكون بعد ده، اعرض فيه الحاجات دي واسعارها. انا اعتقد بعد ساعه زمن بس من الفيديو كل حاجه تتباع، لان بجد انا عارض الحاجات باقل من نصف سعرها، وحاجات جديده والله. حاجه زي الخليه كده والله هي حرفيا جديده، ما اشتغلتش غير مثلا دورتين ولا حاجه، ولكن انا عايز اساعد بيهم اخواتي وحبايبي المربين. فان شاء الله باذن الله انتظروا فيديو هعرض فيه كل حاجه في العنبر القديم وباسعارها ان شاء الله باذن الله، وباذن الله تكون من نصيب الاشخاص اللي فعلا تستحق هذا السعر او هذا العرض يعني. خلاص الصيف دخل والواحد بقى الجو ولع يعني. المهم، اعتقد انا قلت كده كل اللي عندي واتكلمت كتير قوي. وما تنساش جروب الواتساب تحت في الديسكربشن. ويلا بقى بينا نخش على موضوع حلقتنا البسيط الصغير خالص النهارده. الاحماض العضويه. كتير جدا سالني على الاحماض العضويه، احط جرعه كام، احط امتى، ما احطش امتى، وهكذا. انا بس عايز اقول ان الاحماض العضويه دي في بعض الظروف وبطريقه استخدام معينه
قد تحل محل المضاد الحيوي. حتى انا في كتاب خاص بالفارما جبته من معرض الكتاب الاخير ده، الكتاب ده اهم موضوع بيتكلم عنه او هو حرفيا محور الكتاب كله بدائل المضاد الحيوي. اول بديل للمضاد الحيوي هي الاحماض العضويه وليست الامينيه، لانها بتخلي البي اتش بتاع الميه قليل بقدر ما او بنسبه ما مما يمنع نمو اي بكتيريا زي بقى السالمونيلا، الايكولاي والى اخره. فبالتالي الامعاء بتكون نظيفه، الزرق نظيف او السبله نظيفه، بالتالي مفيش فيها رطوبه، بالتالي الفرشه ناشفه، بالتالي مفيش امونيا. ده غير بقى انها بتعمل على تحسين الهضم وتحسين انزيمات الهضم، فبالتالي تحسين معامل التحويل. مهمه جدا في اثناء الاجهاد الحراري لانها بتعمل على قلويه الدم، وبجد اهميتها مهمه جدا بالنسبه لي. يعني انا المره او اول مره تقريبا او من اولى المرات اللي انا بستغنى فيها عن المضاد الحيوي واحط فيه بديل كانت هي الاحماض العضويه. وانا اذكر في الدوره دي اللي هي كانت طبعا من شهور، اذكر ولا حطيت مضاد كوكسيديا ولا كوليستيريديا ولا اي حاجه. طبعا كده في البطاريات مفيش كوكسيديا. فلو انت عايز تتخلص من الكوليستيريديا والنكش في العلف والمضاد الحيوي بتاع الكوليستيريديا ممكن تنزله في فتره حضانه فيروس بدل 20، كل القصه دي بديلها الاحماض العضويه. معظم الاحماض العضويه جرعتها نص سنتي على اللتر. معظم الاحماض العضويه جرعتها نص سنتي على اللتر، ونص سنتي يكفي. عشان هي لو زودت عن كده بعيدا برضو عن هي حمل على كبد والكلى، هي برضو بتخلي الميه طعمها مش لطيف، تخلي الميه طعمها مش لطيف، فبالتالي الفرخ بيبعد عن او بيقلل شرب ميه، وطبعا احنا مش عايزين كده. عشان كده مهم جدا واهم حاجه في الفيديو النهارده تستخدمها امتى وامتى تبعد عنها. استخدمها عادي جدا معاك من اول العمر، بس ممكن بعد ال20 تحاول تخف منها شويه عشان ما تعملش ايه ضغط على الكبد والكلى. وما تستخدمهاش كل يوم، لا يعني كل يومين سقوه بتاع، وسقوه بسيطه كمان، يعني 4 ساعات 6 ساعات 8 ساعات بس، ايه كل يومين 3 مش مشكله خالص. يعني امتى بقى ما استخدمهاش؟ رقم 1 لو البي اتش بتاع الميه هو لوحده قليل هنقلله ايه تاني عن كده. رقم 2 قبل التحصينات، يعني يفضل قبل التحصين ب 24 ساعه توقف. مع بعض المضادات الحيويه او قبل استخدام بعض المضادات الحيويه زي مثلا الليكوميسين، ده بيتاثر شويه بالاحماض العضويه. واخر حاجه برضو لما يكون انت عندك مشكله ادت الى انخفاض استهلاك الميه، لما الميه لوحدها اصلا تكون استهلاكها منخفض، فبالتالي انت مش محتاج تحط لهم حاجه، قد تؤدي الى لو انت لم تظبط الجرعه قد تؤدي الى انخفاض استهلاك الميه. فدي بعض الحاجات اللي تخليك تبعد فيها عن الاحماض العضويه. وزي ما قلنا وافتكر، معظم الاحماض اللي موجوده في السوق جرعتها نص سنتي يكفي وزياده. بس كده، بس كان فيديو صغير خالص كده عن الاحماض العضويه، عشان برضو بيجي لي اسئله على الخاص كتير عليها. استخدمها امتى تبعد عنها، وهي بتساعد في، هي حرفيا بتساعد في حاجات كتير جدا زي ما قلت لك. من اهمها ان هي طول الدوره 24 ساعه، الامعاء نظيفه، سبله نظيفه، يبقى اذا الفرخ هيستفيد بكل ذره علف، يبقى اذا معامل التحويل بتاعك هيبقى افضل، يبقى اذا طلع فرخه سوبر على عمر اصغر، يبقى اذا الدوره كلها تخلص معاك في وقت اقل، يبقى ممكن تزود معاك في السنه عدد الدورات. هي حرفيا تاثيرها قد يبدو بسيط، ولكن بشكل ما تاثيرها التراكمي مرعب جدا. وانا عن نفسي لو مش بستخدم الاكس كنت دايما ماشي على احماض عضويه. وبرضه عشان عارف السؤال ده هيجيلي، اجيب احماض عضويه منين؟ هات من اي شركه، اي شركه تعجبك هات منها. وطبعا المفضله بالنسبه لنا واللي على قد فلوسنا شركه تولكا. وانا عن نفسي طبعا بستخدم الاكس، فمش محتاج خالص اجيب احماض عضويه. بس كده، ما تنساش بقى لايك وسبسكرايب للقناه، وما تنساش جروب الواتساب هتلاقي اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن او في وصف الفيديو. وانتظر بقى فيديو نعرض فيه العنبر القديم كله بالكامل للبيع، عشان صدقني هتلاقي حاجات باسعار مغريه جدا، وانا متاكد ان انت محتاج حاجه فيهم. بس كده، ما تنساش تقول اللهم بارك، ما تنساش تدعي لنا دعوه حلوه، والله ربنا سبحانه وتعالى يعلم انا بحبكم في الله قد ايه، واتمنى من كل اللي بيشوف الفيديو ده يكون بيحبني في الله. ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.